أميرة أيوب المشجعة المغربية لنادي الزمالك وللمستشار مرتضى منصور. نشوفه مع بعض. مساء الخير، معاكم أميرة أيوب، مواطنة مغربية مهاجرة بحكم ظروفي العمل، بيزنس وومن. اوكي، ولست راقصة أو فنانة استعراضية أو مطربة كما ادعت بعض الصحف وبعض المواقع الإلكترونية وبعض الناس اللي استغلوا الفيديو اللايف اللي أنا نزلته. كنت برد على الشتيمة اللي جاتني من بعض الأولتراس الزملكاوية ومن بعض المتعصبين. بكررها وبقولها، أنا لا راقصة ولا مطربة ولا فنانة ولا لي أي علاقة بالفن كما تدعي بعض النفوس المريضة وترمي الناس بالباطل. اخترت أظهر بالفيديو ده لهذا البرنامج الجريء اللي هو الوسط الفني لما يشهد له من مصداقية وشفافية وحيادية. ثانيا، أشد بقوة على يد فريقي المفضل فريق الوداد البيضاوي ولما قام به من روح قتالية في وسط الملعب في ماتش نصف النهاية بينه وبين الفريق الشقيق الزمالك. واقول لهم خروجكم فعلا كان خروج مشرف جدا، اكتر من مشرف يا ابطال. واحنا كمغاربه ومشجعين لفريق الوداد بنحبكم قبل الالقاب، لاننا وببساطه نحن الجمهور وانتم كفريق بنشكل ملحمه تاريخيه عبر الزمن من نفس المنبر وبنفس النيه الطيبه الصادقه. اقول للزمالك مبروك من قلبي، بقول لكم مبروك، فوز عن استحقاق وجدارة. ومما لا شك فيه اني عاشقة لفريق الوداد المغربي، وقعت ضحية التعصب الأعمى اللي نتج عنه كلام قبيح جاء ردا بين قوسين يا جماعة، جاء ردا على تعليقات مستفزة من بعض الأولتراس الزملكاوية ومن بعض مشجعين الزمالك. فلكل فعل رد فعل. صدر مني كلام قبيح في حق رئيس نادي الزمالك الأستاذ المستشار مرتضى منصور، الذي يشكل رمز الفريق المنافس. ومن خلال الفيديو ده أردت فقط أن أريح ضميري فقط لا غير، وبقدم اعتذاري لكافة الشعب المصري الذي ولن أجرؤ يوما على المساس بكرامته أو إهانة في حق الشعب المصري كشعب أو كدولة أو أوكي. فأنا لم أقصد التعميم في الفيديو اللي نزل واللي كل المواقع والصحف الإلكترونية تناولته. أنا لم أقصد الإساءة، والمتتابعين لصفحتي هيعرفوا قد إيه إن أنا محبة لمصر وشعب مصر وحاجات كتير لا داعي إن أنا أذكرها. السب والقذف اللي جاء في اللايف بتاعي جاء فقط لمن هاجموني وقالوا أدبهم عليا، فقط لأني كنت بشجع الفريق بتاعي اللي هو الوداد البيضاوي وبشجع الأهلي عشان أنا ودادية متعصبة وأهلاوية متعصبة. طبعا أنا بعتذر عن الإساءة الصادرة مني في حق المستشار الأستاذ مرتضى منصور. اعتذاري لشخصه فقط، كم إنه إنسان في سن والدي ولا يجوز ان انا اتلفظ بالفاظ سيئه في حقه. وانا بقولها يا جماعه، اعتذاري ده ليس خوفا، ولا حد طلب مني اعمل كده، ولا حد يعني غصب عليا اعمل كده، ومش خوف من اي حد ولا من اي جهه. لذلك وجب عليا ان انا اعتذر واحترم الرجل ده، لانه في الاول وفي الاخير في مقام والدي فقط لا غير، مش عشان هو سيادة المستشار او عشان هو ايا يكن. اعتذاري فقط احتراما لسنه ولمركزه انه رئيس نادي اللي هو نادي الزمالك. اللي قلته كان فقط زلة لسان
وخلاصة تعصبي المتمرد، وأؤكد لحضراتكم إن اعتذاري ده مش خوف إطلاقا، ولا حد غصب عليا، ولا حد طلب مني إن أنا أعتذر، ولا أي حاجة. لماذا؟ ليه؟ لأني لا أخال أحدا، فلا أحد يعرف هويتي ولا إقامتي ولا جنسيتي التانية. محدش هيقدر يوصل لي، يعني بالمصري كده، باللغة العامية، محدش هيقدر يوصل لي، ولا حد يقدر يعمل لي حاجة وحشة، لأنني اللهم فقط إن أنا متعصبة ودادية، طلعت رديت، بس رديت الإساءة اللي جاتني. أنا فقط ارتقيت إني أتصالح مع ذاتي ومع نفسي، وأؤكد كل التأكيد، وضعوا من فضلكم 50 سطر تحت الكلمة دي لكل الصحف وكل المواقع اللي تناولت اللايف بتاعي، واللي كتب راقصة، واللي كتب مطربة، واللي كتب فنانة استعراضية، واللي كتب سوري على اللفظ عاهرة. ما عنديش أي علاقة بالفن إطلاقا، ولو أنا فنانة أو راقصة ده شرف ليا، شيء ما يعيبنيش إطلاقا. الفن الرقص، والفن الرقص فن راقي. بصوا يا جماعة، يعني أنا الموضوع ده حصل كله كده بالصدفة، ولكن برجع وبقول إنك يا سيادة المستشار، يا رمز نادي الزمالك، حقك بيجيلك من غير ما بتطلبه. وأكتر حاجة تؤكد في هذا الفيديو لما المشجعة أميرة قالت إن ما حدش يعرف مكانها ولا كل ما حد هنا بيتكلم يقول لك أنت بتبعت له ناس وأنت بتضغط عليه وحاجات زي كده. أنت بني آدم طيب وبتشتغل، وربنا بيكرمك وبيكرم نادي الزمالك عشان أنت بتجتهد فيه بشكل كبير جدا، وده باين في النادي.